بص يا صديقي، مركز البيانات ده هو مبنى أو مجموعة مباني فيها كمبيوترز عملاقة، مهمتها الرئيسية تخزين التطبيقات والبيانات ومشاركتها سحابيا. وده طبعا بيحتاج شرايح تقدر تعالج الكميات الضخمة من البيانات دي، وده طبعا اللي قدرت نيفيديا تتميز فيه. بفضل شرايح نيفيديا قدرت مركز البيانات في الشركة تكبر في أقل من 10 سنين، وعوائدها السنوية تزيد من 300 مليون دولار ل 15 مليار دولار في 2022. ولان نيفيديا كانت من الشركات القليله اللي شغاله في المجال ده تتطور فيه بسرعه، ده خلى المدير التنفيذي جينسون هوانج ياخد باله من حاجه محدش كان منتبه لها وقتها، بما فيهم اكبر منافسيهم انتل واي ام دي، وهي ان احنا هنحتاج نطور شرايح تقدر تتعامل مع متطلبات الذكاء الاصطناعي اللي كان لسه بيظهر. فوجه موارد واستثمارات الشركه لتطوير انواع جديده من وحدات معالجه الرسوميات اللي هتكون مناسبه اكتر للذكاء الاصطناعي. وهنا هتسالني وتقول لي: الله، انت مش كنت قلت قبل كده